ترجمها وشرحها. وفي عام 1930 قام هنري لوتس مع دكتور لياك نائب عميد جامعة تكساس بترجمة البردية. على أي حال برغم تمزق حواف هذه البردية فإنها محفوظة جيدا، بها 62 فقرة وبتقع في 18 صفحة. وردت منها 96 فقرة في بردية إيبرس، وبتؤرخ على الأرجح من أيام تحتمس الثالث، يعني في فترة من 1490 ل 1496 قبل الميلاد. أكثر ما فيها منقول عن الكتاب الأصلي اللي نقل عنه جامع روايات بردية إيبرس وإن فاقتها في بعض فقراتها. هناخد تعليق دلوقتي. واحد صديق لينا باعت بيقول لي حتى الآن لم أفهم لماذا تدفع الدولة راتبا لرجل يصلي ويعبد الله. جه الوقت اللي نتكلم فيه عن المدارس الطبية. كان لدراسة المراتب بيقول لي دلوقتي 6 نزلت 5. معلش أنا مش قادر أفهم أنت بتقول إيه دلوقتي. كان لدراسة الطب في مصر الفرعونية قواعد ملزمة، ورأينا من قبل مؤلف بردية إيبرس يشير إلى أنه تلقى علومه في أون هليوبلس قبل أن يتجه إلى ساو، حيث يقول إني قد تخرجت من هليوبلس مع أمراء البيت الكبير، إني تخرجت من ساو في صحبة أمهات الآلهة، وقد أسبغن علي حمايتهن الله بس أطرد جميع الأمراض، وليس هناك شك ولا ريب في أن هذا دليلا على أن هناك مدارس طبية كانت في كل من هليوبلس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية في مصر القديمة. على أي حال ليس هناك من يريب في أن نشأة المدارس الطبية القديمة ده بيرجع لعهد الأسرة الأولى، يعني حوالي سنة 3200 قبل الميلاد. وبعض هذه المدارس بلغ شهرة كبيرة، ولعل من أشهرها مدرسة أون هليوبلس، ومدرسة أنشئت في ساو أو سايس صا الحجر للمولدات التي كنا يقمن بدورهن بتدريس علم أمراض النساء للأطباء أنفسهم. ثم مدرسة إمحاطب أنف اللي زادتها شهرة مكتبتها، واللي كان بيتردد عليها الأطباء لحد القرن الثاني الميلادي. ومدرسة المدارس الموجودة في هذه المدن أشبه بجامعات كبرى لتلقي العلوم الطبية بأنواعها، ثم بعض علوم اللاهوت، الحساب، الفلك والهندسة. في نص نشره شفر يتحدث عن إعادة تنظيم مدرسة الطب
فعهد الملك دارا الأول كان من 522 ل 486 قبل الميلاد في مدينة ساو، ومصاحبة كبير الأطباء، وجاء حرر سنت ده عاصر أحمس الثاني، يعني من سنة 570 ل 526 قبل الميلاد، وبسماتيك الثالث من 526 و 525 قبل الميلاد، وكان مقربا من كومبيز من 525 ل 522 قبل الميلاد، ودار الأول اللي أعادوا إلى مصر بعد أن كان قد اصطحبوا إلى فارس. جاء في النص: أمرني الملك دارا أن أتوجه إلى مصر لما كان في كملك كل قطر وأمير عظيم على مصر. في معانا سارو. يا ترى يا سارو أنت مصرية؟ لإصلاح أقسام دور الحياة المتعلقة بالطب بعد أن تخربت، وقد دلني على الطريق جماعة من الأعراب كما أمر جلالته بذلك. انصب أغلب اهتمام الرجل على ساو أو سايس صالحجر عاصمة البلاد وقت ذاك، ومسقط رأسه بالذات. فبيقول: نفذت أمر جلالته، زودتها أي أقسام دور الحياة طلبة من علية القوم. لم أدخل معهم طالبا من أبناء الفقراء، وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال جلالته أن أعطيهم كل شيء طيب حتى يتمكنوا من أداء كل واجباتهم. زودتهم بما احتاجوا إليه وبكل الآلات الواردة في النصوص حسب ما كانت موجودة في هذه المعابد من قبل. وقد فعل هذا جلالته لأنه كان بيقدر هذه المهنة اللي هي الطب، يرغب في شفاء كل مريض، يحرص على تدعيم أسماء الآلهة ومعابدها ومواردها، فبيحتفل بأعيادها على الدائم دائما وأبدا. أهلا يا مستر فياض. You speak Arabic? Hello. What's your nationality? कहाँ से हो? You speak English? Your city? Your city? Egyptian. My language is Urdu. What's your nationality? Okay. في صديق لينا بعت لنا تعليق بيقول لي: أيها المؤمنون تدعون على الغرب ليل ونهار بالهلاك والخراب، لكن لكي تتحقق هذه الدعوة عليكم بالهجرة للغرب كي يحتحل عليهم الخراب.